سوف نتحدث اليوم عن الممثلة التركية دينيز بايسال. دينيز بايسال هي ممثلة تركية من مواليد 5 أبريل 1991. عمرها 34 سنة. هي متزوجة. برجها الحمل. ولدت في إزمير. بدايتها كانت في مسرح البلدية. شاركت بالعديد من مسرحيات الأطفال، وكان من شجعها هو مدرس في المدرسة على التمثيل بالمسرح. تخرجت من كلية التجارة الخارجية، وعملت وقتها بالعديد من الإعلانات التجارية. بعدها دخلت عالم التمثيل، أول ظهور لها في عام 2011، وذلك بمسلسل المياه العميقة. ثم بعدها مثلت في مجموعة من المسلسلات والأعمال، مثل مسلسل آباء وأبناء سنة 2012، مسلسل المدينة المفقودة، مسلسل العروسة الهاربة سنة 2014-2015، ثم مسلسل قلب وصقار. واشتهرت في مسلسل فضيلة وبناتها عام 2018. مثلت أيضا في مسلسل العهد، مسلسل المنظمة. وآخر أعمالها مسلسل هذا البحر سوف يفيض، الذي يعرض حاليا مع الممثل أولاش طونا، بحيث يحقق المسلسل نجاحات كبيرة منذ بدء عرضه.